وانت قاعد في بيت الراحة يجي في بالك فكرة انك تعمل مشروع اونلاين، او فكرة انت تعمل مشروع اونلاين او تقدم خدمة اونلاين. انت قاعد في بيت الراحة يجي في بالك فكرة انك تعمل مشروع اونلاين، او فكرة انت تعمل مشروع اونلاين او تقدم خدمة اونلاين. فكر ان انت تقطع وقت الراحة ده المفضل للجميع وتدخل على محبوب المبتدئين اليوتيوب. فهتقرر انك تبحث عن الخدمة دي، او تقرر ان انت تبحث عن كورس ازاي اعمل الخدمة دي او اقدم الشغلانة دي او اتعلم الشغلانة دي. فيطلع لك بدل الكورس 1 و2 و3 و4 و10. فطبعا انت كشخص عادي هتقرر ان انت تخش على الكورس اللي هو جايب اكتر مشاهدات على اعتبار انه هيكون فيه الفايدة. فتبدأ الكورس فيديو تمام، تاني فيديو تحس بالملل، تحس ان مش طريقة كلامه مش عاجباك، طريقة شرحه مش عاجباك، فكر ان انت تغير الكورس وتروح تشوف كورس تاني. فطبعا تكتب نفس الحاجة، كورس لتعلم كذا، فيطلع لك بدل الكورس 2 و3، فتخش على تاني كورس لان انت كنت جربت اول كورس ما عجبكش. هتلاقي برضو مثلا الفيديوهات بتاعته طويلة وانت بتحب الفيديوهات القصيرة، فتسيب الكورس ده وتروح لكورس تاني غيره. وطبعا تلاقي مشكلة تانية، فطبعا من كتر المشاكل ومن كتر ان انت تغير طريقة التلقي بتاعتك تلاقي دماغك عملت بلوك، تقولك بس طب انا مش فاهمة حاجة، وتبقى تبدأ تبعت لك اشارات ان المجال ده صعب، او المجال اللي انت بتتعلمه او الميزة او الخدمة اللي انت بتتعلمها دي صعبة جدا، وانت قدراتك مش هتأدي فيها، يعني مش تقدر تعمل فيها حاجة. وده طبعا كذب، لان ده بيكون وهم من ان انت شتت دماغك كتير، يعني شتت دماغك للغاية، فدماغك مبقتش عارفة انهي معلومة تستوعب وانهي فيديو تتعلم وانهي خدمة او المعلومات اللي تثبتها. طبعا تقرر ان انت تدخل بيت الراحة تاني وتكون بتقلب في التيك توك او اليوتيوب كعادتك، يعني فطبعا الخوارزميات بتاعت اليوتيوب او التيك توك او الفيسبوك حتى عارفة ان انت في الفترة دي بتدور على ازاي تعمل فلوس من البيت اونلاين. فهتلاقي عمال يظهر لك فيديوهات زي ازاي عملت مليون في اقل من 24 ساعة، ازاي خليت العميل ده يبيع ويعمل مبيعات ب100,000 جنيه في الشهر. فانت طبعا كشخص طبيعي يعني لما دماغك بتنور تلاقي ان انت عايز يكون عندك فلوس بسرعة كبقية الناس، ولكن في الواقع المر مفيش حاجة كده، كل حاجة بتحتاج خطوات، كل حاجة بتحتاج وقت ومجهود حتى لو كانت اونلاين. فطبعا انت كشخص طبيعي يعني انجذب انتباهك للرقم الخزعبلي اللي اتقال من شوية، فكر ان انت تشوف المجال، ايه المجال اللي خلاه يعمل الفلوس دي كلها. فيقول لك مجال كذا مثلا، إيه الماركتينج. فتخش على اليوتيوب برضو لان هو المحتوى المجالي ان انت مش عايز تدفع فلوس، يعني انت مش عايز تدفع فلوس وعايز تكسب فلوس، تمام. صحيح في طرق ان انت تكسب فلوس من غير ما تدفع، ولكن بتحتاج برضو مجهود ووقت، لان بيكون المبلغ اللي انت تدفعه هو وقتك ومجهودك. فطبعا تقرر انت تخش على اليوتيوب وتكتب كورس الماركتينج، فطبعا يخش لك نفس المشكلة، تخش بنفس المشكلة وفي نفس الدوامة، انك تلاقي اول كورس جايب اعلى مشاهدات فتخش عليه اعتبارا ان هو يكون فيه الفايدة اللي انت عايزها، او هو ده الفيديو اللي هيساعدك ويخليك انجينير في الماركتينج، تمام. فهتخش على اول كورس، اول فيديو تمام، تاني فيديو تمام، تالت فيديو تمام، بعد كده تلاقي نفسك مليت من طريقة شرحه ومش عاجباك، مش لاقي اللي انت مستنيه، او مفكر ان انت كنت تطلع من الكورس ده على طول على الشركات هتتلم عليك وتقول لك تعالى اشتغل معانا وهنديك بالالافات الدولارات في الشهر، ولكن ما حصلش كده. فتقرر ان انت برضو تخش تشوف كورس تاني، فتلاقي كورس بطريقة تانية انت ما كنتش متعود عليها ولا دماغك اتأقلمت عليها، لان دماغك كانت اتأقلمت على الطريقة القديمة اللي هي كانت بتاعت اول كورس بتاع الماركتينج. فكر ان انت تغير نفس الكورس وتروح كورس تاني، ولكن برضو تلاقي مشكلة، مثلا ان طريقة شرحه مش عاجباك او الفيديوهات طويلة وانت كشخص بتحب الفيديوهات القصيرة. فطبعا يحصل نفس البلوك لدماغك، ان دماغك اتشتتت مش عارفة تثبت عن المعلومات، فيحصل لها بلوك خالص ان هي مش شغالة، وتبدأ تبعت لك في اشارات ان المجال ده صعب، المجال ده مش هتعرف تعمل فيه حاجة، المجال ده مش بتاعنا. فطبعا انت يعني تفقد الامل وتفقد الشغف كده وتحس بخيبة امل، وتقرر ان انت متعلمش اي حاجة. خلاص انت شفت ان انت كده تبدأ تحس ان انت فاشل، ان انت مش بتقدر تعمل حاجة، وان انت ضعيف يعني ما عندكش مهارات ولا امكانيات. ولكن
الحقيقة إن ده غلط. انت عندك مهارات وتقدر تعمل الحاجة دي لو كملت فيها. ده مش فيديو شبه بقية الفيديوهات، فأتمنى انت تسمع الفيديو للآخر لأن أكيد هيكون فيه فايدة. اسمع مني، جايز إن أنا أساعدك المرة دي إن انت تلاقي المجال المناسب ليك، وإن انت حتى تقدر تتعلم مهارة كويسة، وإن انت تقدر تبدأ فعلا إن انت تعمل فلوس أونلاين. طبعا قبل ما نبدأ في أي حاجة لازم تعرف إن دي مش مشكلتك لوحدك، دي مشكلة جيل كامل، جيل الإنترنت عامة. ان كله خلاص بقى بيخش على اليوتيوب يشوف الثامبنيل فيها مكتوب انا عملت 100,000 وانا عندي 16 سنة، انا اشتغلت مع عملاء من جميع العالم وانا في بيتي. فطبعا ده بيضغط على الواحد الطبيعي اللي هو بيخليه يقول انا ليه مش زيهم، يعني انا ليه، انا اكيد اقدر طالما انا انسان وهو انسان. إيه طبعا اقدر اكون زيه. طبعا ده صح ان انت لو انسان شبهك عمل حاجة انت كمان تقدر تعملها لانك انت كمان انسان، فكلنا نقدر نعمل كل حاجة. فطبعا حل كل المشكلة دي هو المحتوى المدفوع. أيوة استنى، المحتوى المدفوع والاستمرارية. ممكن كمان إن تستخدم المحتوى المجاني، ولكن أقول لك ليه المحتوى المدفوع أفضل. طبعا المحتوى المدفوع أفضل ليه؟ لأنه بيكون منظم، بيكون منهج، تنظيم منهجي شبه اللي بيكون في الجامعات والمدارس. بياخدك من نقطة الصفر بطريقة منظمة، طريقة ثابتة، بطريقة تقدم كمان ثابتة في طريقة التعليم وفي المحتوى التعليمي، لحد لما تكون إن أنت تقدر تكون جاهز إن أنت تخش في مجال العمل وتبدأ تمارس المهارة دي. على عكس يوتيوب بيكون مديك طبعا كأي حد، هو بيكون تعليم ويساعدك طبعا إن التعليم مجاني وكل ده، وإن لازم أعلمك اللي عندي وكل ده، ولكن الناس برضو بتديك البدايات، الحاجات اللي ما تقدرش يعني المعلومات العامة اللي تقدر تلاقيها في أي حتة، اللي تقدر لو دخلت على جوجل كتبت في المجال ده هتقدر تلاقيها. ولكن في الكورسات المدفوعة بتكون الناس طبعا أنت بتدفع لها، فهي عندها السبب المقنع إن هو يديك كل المهارات كل الخبرات اللي هي عنده، اللي هو أصلا مارسها في المجال ده. وزي ما قلت لك إن بيكون منظم، ودي أهم حاجة، أهم حتى من المحتوى التعليمي اللي هيديهولك أو المعلومات أو النصائح اللي هيديها لك. تاني حاجة الاستمرارية، وإن أنت تدي لكل مهارة وقتها. أنت ممكن تكون عندك أكتر من مهارة، ممكن تكون شاطر في كل المجالات وممكن تكون شاطر في كذا مجال، ولكن عشان توصل للنقطة دي لازم تكمل في المجال أو تدي لكل مجال وقته. بمعنى أنا عايز أتعلم من الماركتينج، خلاص أدي الماركتينج شهر كامل، دي أقل مدة تقدر طبعا تتعلم فيها مهارة. ولازم طبعا تحط في بالك ان انت ربنا كان قادر ان هو يخلقك في يوم واحد، يعني كان قادر يخلقك ويهيئك ويعمل كل اعضائك ويخلقك في يوم واحد، ولكن اداك 9 شهور تتكون فيها. ربنا بعظمته لو كان قادر يخلقك في يوم، ليه خلقك في 9 شهور؟ فلازم برضو تحط دي في بالك وتفكر كويس. فلازم تدي لكل مهارة حقها ووقتها المناسب ليها. أقل حاجة شهر لكل مهارة، سواء كان ماركتينج، برمجة، 3D، فوتوشوب، جرافيك ديزاين، مونتاج، كل أي مهارة أنت محتاج تتعلمها اديها على الأقل شهر واحد فيها. ولازم تطبق على المهارة دي، يعني أي مهارة إن أنت تسمع مش كفاية، إن أنت تجيب ورقة وقلم وتسجل الملاحظات أو النصايح مش كفاية. لازم تاخد كل درس أنت اتعلمته أو كل فيديو أنت اتعلمته وتطبق عليه. وطبعا بعد ما تدي كل مهارة وقتها اللي هو شهر زي ما اتفقنا لكل مهارة انت محتاج تتعلمها، وبعدين لو لقيت نفسك مش كويس في المجال ده وحاسس ان انت مش المجال بتاعك، عادي جدا بعد شهر تقدر تغير وتشوف مجال تاني. تاني حل انك تركز على مصدر تعليمي واحد، حتى لو كنت كاره طريقة شرحه، حتى لو ما كنتش فاهم، ما تشتتش دماغك لان دماغك صعب جدا تثبت المعلومات. فان انت تشتت دماغك هيخليها تبعت لك بلوك وتبعت لك كده اشارات ان المحتوى صعب او المجال ده صعب. فانت ثبت طريقة تعليم حتى لو كانت مجانية، حتى لو كانت من اليوتيوب او من منصات التعليم او الكورسات المجانية زي ادراك او المنصات الاخرى. ثبت طريقة تعليم واحدة، ما تقدرش تغير كتير جدا في المحتوى التعليمي او في الشرح، لان ده زي ما قلت لك بيعمل بلوك لدماغك وبيبدأ يبعت لك اشارات ان المجال ده صعب وانك مش هتقدر تعمل فيه حاجة. تمام. بعد كده
لازم تطبّق على كل درس أو على كل مهارة بتتعلمها، بمعنى إن أنا النهارده اتعلمت حاجة جديدة في المجال أو في المهارة اللي أنا باتعلمها، لازم أطبّقها ولازم أشوف نماذج عمل ليها، علشان أشوف مستوى تقدمي بعد الشهر ده أنا وصلت لفين، لإن ده هو اللي هيحدد إذا كانت المهارة دي أو المجال ده هو بتاعي أقدر أكمّل فيه وأقدر أتعلم أكتر فيه، أو لازم أوقّف عند النقطة دي وأشوف مجال تاني لإن ده مش مجالي. بعد طبعًا ما تشوف مصدر التعليم سواء كان مجاني أو مدفوع، ولكن قررت تتعلم من مصدر واحد من كورس واحد تجيب آخره، وبعد كده تشوف إذا كان مفيد ليك. لازم تطبّق على الشغل وعلى الدروس وعلى النصايح اللي أنت خدتها حتى لو كانت ببلاش، يعني حتى لو كنت تعمل شغل للناس ببلاش، حتى لو كنت تعمل شغل مش موجود. تمام، بعد ما اتعلمت مثلًا الأساسيات بتاعة المهارة، ادخل على مواقع العمل الحر حتى لو كنت لسه مبتعرفش تعمل شغل، ونزّل المهارة بتاعتك أو الخدمة بتاعتك، لإن لازم تعرف إن العميل مش هييجي لك في نفس اليوم، يعني أنا مش هاخلّص الكورس أو أخلّص 30 يوم النهارده، تاني يوم الصبح ألاقي عميل جاي لي يقول لي هادّي $500 وتعمل الشغلانة دي، تمام، فلازم تبدأ الرحلة من بدري، يعني أنت خلّيك أنت سابق. لو أنت نازل خدمة، الخدمة تاخد وقتها مش مشكلة، جالك عميل قدرت تعمل له الشغل قُل له تمام وتعمله، وكمان يكون حتى تدريب ويكون في الportfolio بتاعك، لإن أنت لازم تعمل portfolio. فعشان كده باقول لك لازم تطبّق وتعمل نماذج وهمية حتى لو ما كانتش موجودة، وتعمل نماذج ببلاش للناس عشان خاطر تبني الportfolio بتاعك، لإن الportfolio ده بيكون أهم حاجة في الأونلاين، لإن أنا مش شايفك كشخص، ولكن لازم أشوفك كشغل، لإن أنا مش شايفك كشخص فلازم أعرف أنت بتعرف تعمل إيه أو لازم أعرف شغلك هو إيه. فطبعًا أنت لازم يكون عندك portfolio عشان تورّيني الشغل بتاعك. لازم تعرف إن العميل بياخد وقت على ما ييجي، والعميل ما بيجيش على طول، ولازم تقدر إن أنت تسوّق لشغلك، يعني لازم تتعلم برضه الmarketing كمهارة أساسية دي اللي لازم فعلًا تتعلمها، علشان خاطر هتحتاجها في كل جوانب شغلانتك وكل الجوانب بتاعة الأونلاين، لإن أنت لازم تكون بتعرف تسوّق لشغلك عشان خاطر تعرف تشتغل، لإن لو ما بتعرفش تسوّق لشغلك مش هتشتغل، تمام؟ سواء بقى تعرف تسوق عن طريق التيك توك لأنه بقى أسهل مهارة دلوقتي للتسويق، اليوتيوب أو الفيسبوك أو الانستجرام، إن أنت تقدر تبدأ تنزل محتوى تعليمي أو محتوى الخطوات بتاعة المشروع، إن أنت تعمل سكرين يعني ريكورد للشاشة وأنت شغال على المشروع وتبدأ تنزله على الانستجرام. ده هيساعدك إنك تبني community بتاعك وتبني ناس حابة الشغلانة بتاعتك، وتلفت انتباه الناس للمجال بتاعك حتى لو ما كانش متخصص في المجال. يعني أنت لو مثلًا بتعمل 3D لإعلانات، تمام، مثلًا متخصص في الcommercial اللي هو البرفانات مثلًا، ولكن جيت في فيديو ووجّهت إعلان لطبيب أسنان، فطبعًا أنا كطبيب أسنان ممكن ما أكونش منتبه أو ما يكونش ده اختصاصي أو انجذابي يعني للمجال ده، ولكن لمّا أشوف شغلك إن هو كويس ممكن أضطر أو أحب إن أنا أعمل إعلان 3D فأبعت لك، محتاجين نشتغل سوا. فاهم؟ فلازم برضه تعمل الخطوات دي. أتمنى إن يكون الفيديو كان فيه إفادة ليكم، ورمضان كريم، واستغل الشهر الكريم ده لإن بيكون عندنا وقت أكتر، لإن في ناس بتفضل صاحية لحد وقت السحور. رتّب يومك ورتّب وقتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ورمضان كريم عليكم، وأتمنى التوفيق لكل الناس. أشوفكم الفيديو الجاي.